تفتكر الزمالك يقدر ياخد الدوري بالظروف اللي هو فيها دي ولا لأ؟ سؤال منطقي جدا، خصوصا بعد اللي حصل في بداية الموسم، من صفقات لأزمات لبيع نجوم ولمنافسة صعبة قوي. الزمالك دخل الموسم بصفقات كتير، في منها اللي باين إنه إضافة حقيقية وفي منها لسه ما ظهرش. إخوان بوزيرة لاعب مهاري وهداف، والجماهير شايفاه مكسب ووجوده مهم هجوميا. وبرضه محمد إسماعيل مدافع كويس جدا، بيعرف يطلع بالكورة من تحت، وده عنصر مهم لأي فريق عايز يبني لعبه. لكن في نفس الوقت في لعيبة عليها علامات استفهام. أحمد ربيع مش بياخد فرصته، وممكن الفترة الجاية نشوفه أكتر. عدي الدباغ لحد دلوقتي مهاجم عادي، مش المهاجم اللي يخوف الدفاعات. شيكا بونزا مع منتخب أنجولا كان مختلف تماما، لكن مع الزمالك أداؤه ضعيف، عشوائي، وقراراته مش مظبوطة. آدم كايد، عمرو ناصر، أحمد شريف، لحد اللحظة دي مفيش تأثير واضح يفرق. الأزمة الأكبر كانت بيع ناصر ماهر، لاعب مهم جدا، عنده رؤية وصناعة لعب، وغيابه فرق. انتقاله البيراميدز ب65 مليون جنيه عشان حل الأزمة المالية عمل غضب جماهيري كبير، خصوصا إن الزمالك محتاج كل لاعب مؤثر. غير كده فسخ عقد صلاح مصدق وفسخ عقد محمود بن تايج المغربي، وده غير ان الزمالك مش هيقدر يعمل صفقات جديدة، فالموضوع كله ضغط على السكوال الحالي. بس خلينا نكون واقعيين، الزمالك مش أول مرة يتحط في الظروف دي. من ساعة ما تأسس وهو دايما بيعاني من أزمات مالية وإدارية، مجالس بتمشي، مدربين بتتغير، نجوم بترحل، ومع ذلك الزمالك دايما بيعرف يقف على رجله. فاكر الموسم اللي فات لما خد السوبر الأفريقي من الأهلي بطل أفريقيا، مع إن كل التوقعات كانت ضد الزمالك؟ وفاكر لما فاز على بيراميدز وخد كاس مصر من غير زيزو؟ دي حاجات بتقول إن الزمالك لما يتحط تحت ضغط أحيانا بيطلع أحسن نسخة منه. لكن الموسم ده مختلف، اسكواد الأهلي أقوى بكتير، بيراميدز عنده تشكيلة مرعبة، والنادي المصري داخل منافس، فالمنافسة صعبة جدا. وده باين لما الزمالك خسر السوبر المصري أول الموسم قدام الأهلي 2-0، والفارق كان واضح. في الآخر الزمالك عمره ما كان نادي ظروف مثالية، هو نادي تحديات. هل يقدر ينافس على الدوري؟ الموضوع صعب، لكنه مش مستحيل. كل حاجة هتتوقف على عقلية اللعيبة وقدرتهم إنهم يحسوا بقيمة التيشيرت الأبيض. قول لي رأيك في الكومنتات، شايف الزمالك يقدر يكمل المنافسة ولا الموسم ده بعيد؟ ولو عجبك الكلام اعمل لايك واشترك عشان نكمل كلام كورة بعقل مش تعصب.